وينفي تحت هذا العنوان وجود شيء اسمه السرورية، ويقول أنا لم أدعو يوما إلى جماعة ولا إلى حزب. الخلاصة أنا لا أرى استعمال هذه الكلمة لأنها من أساليب السياسيين، حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين. الخلاصة أنا لا أرى استعمال هذه الكلمة لأنها من أساليب السياسيين، حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين. الخلاصة أنا لا أرى استعمال هذه الكلمة لأنها من أساليب السياسيين، حيث ترضي كل طائفة وكل جماعة من المسلمين. هذول الإخوان اللي انقسم عنهم جماعة أو هم انقسموا عن جماعة والله أعلم، هؤلاء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لكن جاءوا بشيء جديد فعلا، بعضه خطأ بعضه صواب. فلماذا ننشر بين بعضنا البعض الآن الفرقة والتحزب والتعصب؟ فبينما كنا كتلة صرنا كتلتين، صرنا كتلتين صاروا ثلاثة، صاروا سروريين إلى آخره. الله أكبر. وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق. ما في خلاف في الأمور العظائم التي لا يمكن يتصور أن السلفيين يختلفون فيها. نحن نعلم جميعا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل، لكن المنهج كان واحدا. السرورية والإخوان، ماذا وجدت السرورية؟ السرورية ليس هناك شيء اسمه السرورية. أنا ابتليت بهذا الاسم على غير رغبة مني. من أين جاء الاسم؟ من الذي بدأه؟ والله أحيانا مضحك الاسم.